الخسران النهاية المحتومة لكل سياسي كردي انحرف عن قبلته الكردية والكردستانية. صلاح الدين دميرتاش سياسي كردي معروف يتحمل مسؤولية خسارة الكرد في الانتخابات التركية في 14 و28 أيار عام 2007. أصبح برلمانيا وجذب انتباه محيطه بأسلوبه وشخصيته. استطاع دميرتاش أن يحتشد حوله من الكرد من سئم من المواقف المتزامتة الباردة لقنديل واسطوانته المشروخة المتكررة منذ 4 عقود، وهو أول سياسي كردي ينازع أوجلان في الرغبة بين الكرد في كردستان تركيا. لهذا ازدادت محاربة أوجلان والباكيكا ورفضهم له من وقت لآخر، لكن كلا من الدولة والباكيكا حاولتا محاصرته واستخدام هذه الكاريزما لمصالحهما الخاصة. كان بإمكانه حشد الكرد حوله وأن يتحول لأمل جديد، ولكن عوض هذا ألقى بنفسه في دوامة التتريك، وأصبح الاسم الأكثر شهرة في سياسة التضحية بالكرد من أجل ديمقراطية تركيا. ارتبط بالأتراك ويساريهم أكثر من ارتباطه بالكرد. عام 15 كانت تركيا على وشك تغيير النظام، ففي 17 آذار عام 15 وعندما كان رئيسا مشاركا لهدف ظهر في اجتماع للحزب وقال فقط: لن نجعلك رئيسا، لن نجعلك رئيسا، لن نجعلك رئيسا. كان مركز هذه السياسة التي جعلت الكرد أعداء لأردوغان وتسبب باضطهادهم هو قنديل. ومن ابتكر هذا الشعار لدميرتاش كان النائب البرلماني لهدبة سوريا أندر التركي. ومذ ذاك أصبح دميرتاش المتحدث باسم هاتين الجبهتين. منذ ذلك الحين وعلى مدى 8 سنوات بذلت كل الجهود لتحويل الصراع بين الكرد وأردوغان إلى قضية ثار دموية وخلق والترويج لفكرة أنه لو غادر أردوغان فستحل المشكلة الكردية، فحولوا القضية السياسية للكرد إلى قضية ثار، ولم يسمحوا للكرد بالتفاوض مع أردوغان واقتيدوا نحو معسكر الكماليين. ولما انتقد بعض المثقفين الكرد هذا الوضع وطالبوا الكرد بالتفاوض مع أردوغان قال لهم دميرتاش: ليسامحنا من يقول امنحوهم الرئاسة ونالوا الاستقلال، فنحن نناضل من أجل الديمقراطية، ولن توجد الديمقراطية للكرد فقط، بل سنناضل معا، فنحن نطالب بالديمقراطية لعموم تركيا، ولا يمكن بناء ديمقراطية بهوية عرقية واحدة. هذه العبارات لدميرتاش كانت بداية فترة سيئة للكرد، فكلام زعيم حزب 99% من شعبيته من الكرد وصوتوا له من أجل حل المشكلة الكردية وآمنوا به، أصبح بمثابة وكأنه قال: المشكلة الأهم لتركيا ليست المشكلة الكردية، فقبلها توجد هناك مشكلة ديمقراطية. وبهذا الضرب من الخطاب والسياسة تم إذلال القضية الكردية واحتقارها. منذ ذلك الحين ولغاية اليوم دفن الكرد الآلاف من أبنائهم. تم تدمير 11 مدينة كردستانية عريقة خلال حرب الخنادق التي خطط لها كلا من الباكيكا والدولة على السواء. أضاع الكرد قضيتهم في كردستان تركيا، وأحد المسؤولين عن هذه العملية وصلاح الدين دميرتاش نفسه كان يعتقد أنه من خلال العزف على العود وقراءة القصائد والنكت يمارس فن السياسة. الآن انجلت حقيقة إلقائه لنفسه وللكرد في نار مستعرة، فها هم الأتراك الذين تمت التضحية بالكرد من أجل ديمقراطيتهم كانوا يهتفون عشية 28 من أيار في احتفالات رئاسة أردوغان ويصرخون: الإعدام لسلو. فيبدو أن اسم سلو وجد للتحبيب في عيون الأتراك، وعندما يتعثر جندي تركي بحجر يظهر سلو باشقان قبل رئيس أركان الدولة مبديا مواساته وحزنه مقدما تعازيه. نشأ سلو وترعرع على قصص الديمقراطية، لذلك ما زال لا يعرف استبداد روما وبغيها. ينبغي على عموم السياسيين الكرد أن يتعلموا دروسا وعبر من قصة دميرتاش، ويدركوا جيدا أن كل كردي لم تكن قبلته الكرد وكردستان فهو خاسر لا محالة.